وراكم عارفين وهضرتها في الحملات الانتخابيه الجزائر باللي محمد الخامس الله يكون عاود الجزائر بان تربح الاستقلال تاعها ونعاودها لكم هنايا كيما نقول. ربما ما بغيتش نجرحك بس تعرفها الجزائر بقى فيها الاستعمار. انا نتكلم اخويا وانا تعجبني تقول الازول في اللون، تعجبني بزاف لاني انت قلتي كلمه حساسه عندنا كاهل الريف، لاننا شفنا الجزائر عاشت الاستعمار اكثر من قرن. والله ما كان فيهم الرجوله يخرجوا فرنساوي، والله ما كان فيهم الرجوله يخرجوا فرنساوي، والله ما كان فيهم الرجوله يخرجوا فرنساوي. حتى شافوا محمد مزيان وعبد الكريم الخطابي علموهم وعطاهم سلاح قالوا لهم جاهدوا هذه النقطه الاولى نقولها لك، وانا كنقولها لكل جزائري لانك انت تعلمتي مني اصلا. انا كنت الاستاذ ديالي والاجداد ديالي علموا الجزائريين يجاهدوا ضد فرنسا، وما كاين حتى شي واحد يقدر ينكرها بالحقيقه. اتس فاكت، ما يقدر حتى شي واحد ينكره. بارك الله فيكم. نسينا بلي محمد الخامس الله يرحمه هو اللي عاون الجزائر في وقت الثوره. لو كان ماشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه الجزائر ما توليش تستقل. ما ننساوش ابدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل ان الشعب المغربي ساعدنا البارح واحنا قلال الخير. احنا دفعنا الثمن من اجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاعة ناس احياء كيف تخلوا عنا. ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا اثناء حرب التحرير، عندما تعاهدنا باننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل استماتة. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان نتاعنا، 8 سنوات نتاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون، والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقعنا هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع.